لو بتستخدم الاي كل يوم فانت غالبا بتضيع 90% من القوه بتاعته من غير ما تحس، وده لانك بتعامله كانه جوجل، مجرد سؤال ومستني منه الجواب، والنتيجه ان هو بيديك كلام عام وممل واي حد بيقدر يجيبه. فعشان تاخد منه الخلاصه وتخليه يشتغل صح لازم تشتغل معاه ببرومت انجينيرنج فريم ورك، وده بيكون 5 مفاتيح اساسيه بتستخدمهم وانت بتشتغل مع الاي اي او بتساله في حاجه معينه. تعالى مثلا نتخيل انك مدرس وعايز من الاي اي يعمل لك امتحان للطلاب بتوعك، بدل ما تقول له اعمل لي امتحان تاريخ وتسكت وتطلع معاك نتيجه ضعيفه، جرب تستخدم الطريقه اللي انا هقولها لك دي. اول حاجه الشخصيه بتاعتك، هتقول له تقمص دور مدرس تاريخ بخبره اكتر من 20 سنه في مجال التدريس. تاني حاجه وهي السياق، هتعرفه السياق اللي هو فيه، فهتقول له اعمل لي امتحان للصف الثاني الاعدادي مثلا. تالت حاجه وهي المهمه اللي انت عايزه يعملها، اكتب لي امتحان ام سي كيو مكون من 10 اسئله للطلاب دول. رابع حاجه الصيغه او الاوت بوت اللي انت مستنيه من الاي اي ان هو يطلعه، فهتقول له مثلا انا عايز النتيجه ام سي كيو في جدول اختياري. خامس حاجه وهي التوجيه، يعني مثلا تقول له خلي الاسئله باسلوب فكاهي يخلي الطلاب يحبوا الماده. هنا انت حولت الاي اي من مجرد اداه بحث لمساعد احترافي فاهمك 100%. وطبعا بدل ما كل مره تقعد تشرح له، انت ممكن تحط التفاصيل دي كلها في بروجكت جديد، وكل مره تيجي تكتب امتحان تخش في البروجكت ده وتقول له اكتب لي امتحان على طول. ولو بقى مكسل تلف اللفه دي كلها، في اضافه لشات جي بي تي اسمها اي اي بي ار ام. الاضافه دي فيها الاف المعادلات والبرومتس الجاهزه لاي مجال تتخيله في حياتك، سواء كنت مدرس او محاسب او حتى بتشتغل في اي مجال، فالاضافه دي 100% هتفيدك. واحلى حاجه في الاداه دي انها 100% مجانا. لو عايز لينك الاداه والشرح بتاعها اكتب لي تحت في الكومنتات اي اي وانا ابعتها لك في رساله. ولو عندك حد تعرفه لسه بيستخدم الاي اي غلط فابعت له الفيديو ده.